الإسكان الاجتماعي. الإسكان الاجتماعي اللي بتقوم بيه الدولة. للأمانة مشروع جميل جدًا، وحاجة محترمة جدًا، 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 جدًا. المشروع ده هو المشروع الفعلي لقتل العشوائية في مصر، أو قتل الأماكن العشوائية في مصر. لأن المشاريع اللي إحنا شايفينها بتتعمل على مستوى الدولة كلها في جميع المحافظات هي مشاريع محترمة جدًا، وهدفها كويس جدًا. بس للأسف في سلبية فيها كبيرة. إيه السلبية اللي فيها؟ السلبية فيها يا جماعة مجموعة المقاولين اللي شغالين جوه المساكن دي، وشيء واضح للجميع والناس كلها عارفة. المقاول بيدي مقاول لمقاول لمقاول. الشباب بتروح تستلم شقتها، أو العيلة بتستلم شقتها، تمام؟ بتلاقي فيها مشاكل داخلية كبيرة جدا، من ناحية الفينش، من ناحية الكهرباء، محارة، سباكة، سيراميك، جميع الحاجات الخاصة بفينش الشقة. وللأسف الحاجات دي سببت كوارث لناس بسبب مشاكل الكهرباء اللي موجودة بتفنش بيها الشقق الداخلية دي. وفي نفس الوقت في شباب كتير جدا وفي عائلات كتير جدا استلموا الشقق وعادوا هيكلتها من الأول، وبدأوها وفنشوها أكنها عالطوب. يا جماعة الضمير، 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 الضمير. البلد بتتعب، الحكومة بتتعب عشان تعمل لك شقق وتعمل وتعمل وتعمل، وفي الآخر يجي صنايعي، يجي مقاول، تيجي شركة ما عندهاش ضمير تاخد الفينش ده عشان تفنش الشقة دي عشان تسلمها للناس، تسلمها بالوضع المزري ده. الشقة دي مش العمارتين 3 اللي بيروح يزورهم الوزير عشان يفتتح المشروع. العمارتين 3 دول بيبقوا مفنشين كويس عشان سيادة الوزير جاي.